البطل عاشق مجنون قاسي، كل حلمه يشوف حبيبته جنبه، لكن مش قادر يعترف لها بحبه حتى لأنها مرات أخوه. ما يصدق أخوه يموت ويستغل الفرصة أسوأ استغلال، ويحاول يخليها ملكه بالعافية، لكنها بتتصدم أما تعرف حقيقته المرة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدأ أحداث ملخصنا الجديد مع بعض. علشان كده المسلسل بيبدأ ببطلنا منغ القاسي، وهو جار نانشي على غرفتها بيحاسبها على اللي عملته وهي ضعيفة ومكسورة الجناح. انت عارف ان مرات اخوك ازاي تعمل معايا كده؟ ابعد عني. فيبص لها بنظرة لهفة وانتقام. اخويا مات وشبع موت بقاله 6 سنين، ودلوقتي وقت الحساب على كل اللي عملتيه معايا واخدعك ليا. فتهرب منه. يزعق ايه؟ هتسيبيني تاني لوحدي؟ ويمسكها يكتفها. هعرفك تخونيني ازاي وتتجوز اخويا بعد علاقتنا ال6 سنين؟ تقوله ان هو مات. يقول لها زعلانه عليه؟ هبعتك ليه قريب، انت لسه بتحبيه؟ ويبص لها. مشاعرنا خلاص مفيش احساس. على العموم هديكي حته كده على طرف المعلقه، ويقضوا الليله سوا. وتصحى الصبح على مكالمة حماتها. انت فين؟ مش قلتلك الصبح تكوني عندي نفطر سوا؟ ما جيتيش ليه؟ معلش يا عم، كنت في مشوار ونسيت اعدي عليكي. نص ساعة بالظبط وتلاقيني قصاد منك. فتسألها على منغ انه ما جاش البيت من امبارح، فتتصدم وترد لا طبعا معرفش عنه حاجة، وتقفل وتسيب البطل وتمشي. تروح لها فتبصلها. بقالك فترة كبيرة شايلة الشركة على دماغك بعد موت جوزك يا حبيبة قلبي، وخلاص منغ رجع من بره وقرر يستقر هنا ويشيل عنك كل حاجة. كتر خيرك لحد كده، خدي استراحة محارب بقى. فيوصل منغ يسمع الكلمتين ويبص لها. امي ما تخافيش على نان، دي تربية اخويا، عظمة ناشفة، سيبيها براحتها، دي مش عاوزة تتجوز تاني وعايش على ذكرى وفاته. فتتعصب الام. البت لسه صغيرة، هتعيش بقى حياتها ارملة يعني ولا ايه؟ انا خايفة عليها وبحبها قوي الكتكوتة دي. بقولك ايه، شوف لي عريس محترم ابن ناس تتجوزه وما يكونش توتو زي بتوع اليومين دول. فتشكر هنان على اهتمامها ده، وانها في اقرب فرصة هتفكر في الموضوع. فتبصله الام وهي متضايقة. وانت ناوي امتى انت كمان ان شاء الله؟ هتتجوز ولا هتقضيها كده؟ فيقول لها اما الاقي بنت الحلال يا ماما. ويقضيها نظرات للبطلة من تحت لتحت، وتسيبهم الام وتمشي. وتمشي وراها البطلة. فيوقفها منغ. من الواضح انها منشنة عليكي تتجوزيني. فتترجى البطلة انه يخلي حدود ما بينهم في البيت ده، واللي حصل امبارح ارجوك ما يتكررش تاني. فيبص لها بنظرة كلها اشتياق، ان حبيبته واقفة قصاده وما يقدرش يقرب لها حتى. انت ليه بتعملي معايا كده؟ فترد ابعد عن طريق مرات اخوك يا منغ. فيغضب ويرد ان هو لو عايش اول حاجة هيعملها ان هو هيبلغه يبعد عن اي حاجة تخصه. فتسيبه وتمشي. فتجيلها مكالمة من الطبيب تنغ المعالج لبنتها، اللي بتشتكي لها ان بقالها فترة كبيرة ما بتشوفهاش وانها وحشاه قوي. فتقول لها اني كنت مشغولة عنك شوية، هجيب لك حاجة حلوة واجيلك يا حبيبة قلب ماما. ويكلمها الطبيب ويقول لها اقرب فرصة تيجي المستشفى، في تطورات جديدة لازم تعرفيها. فتخاف البطلة جدا وتحس باحساس غريب. فيشد منغ الموبايل يسمع بيتقال لها ايه، وانها الظهر لازم تكون عنده، ويقفل. وما يكونش عارف اي حاجة عن البنت، ولا اي حد من العيلة كلها يعرف اي حاجة عنها. فيشك فيها. من الواضح انك مقضيها سنتحة منتحة على حل شعرك من وقت ما اخويا مات. ويبص لها بغضب. اسمعي كويس، انا الوارث الوحيد بعد اخويا، عليك السمع والطاعة وتنفيذ اوامري. هنسهر بالليل، لازم تكوني موجودة. والبطلة يا عيني كيوتة لا حول لها ولا قوة. هو بالليل يسهر مع اصحابه اللي بيسألوه اتجوزت ولا لأ، وعملت فلوس قد ايه بره، وخلفت ولا لسه. تحس ان هو قاعد وسط حرابيق. والبطلة تسيبهم وتمشي. فيوقفها منغ ويقول لها تكمل معاهم السهرة وتشرب كمان. انت عارف ان انا ما بشربش، ولكن لو شربت هتسيبني امشي من هنا؟ هو انت مستعجلة قوي كده ليه؟ وراكي ميعاد؟ شكلك كده في حد مهم مستنيكي. فتفتكر البطلة وقت ما عرفت انها حامل بعد سفر منغ ب3 شهور، وتتصدم ان ده حصل. وتسألها الدكتور على ابو الطفل، وترد ان هما انفصلوا عن بعض. وترجع للواقع وهي زعلانة عاوزة تروح تشوف بنتها ولازم تمشي ضروري. وتبدأ تشرب تاني، لكنه بيرفض يمشيها وتشرب اكتر لحد ما تتعب جدا وتفقد الوعي. وتصحى في المستشفى عندها التهاب بسبب الشرب. وبالليل تخرج تروح لبنتها اللي بتفرح جدا اول ما بتشوفها. وتقول لها ما تمشيش تاني، خليكي جنبي. وتطلع تقف مع تانغ اللي بيعرفها ان هو مسافر قريب جدا خارج البلاد، وان البنت كبرت ومحتاجة للعملية في اسرع وقت. لازم تحضري الفلوس بسرعة وبأي طريقة.
فتقوله ان انا بواجه مشكلة دلوقتي ولكن هتصرف بإذن الله، ولكن اطلب لي مهلة من المستشفى لحد ما اجهز. فيبص لها هو كمان بنظرات رومانسية ويقول لها انا اعرفك بقالي 5 سنين وبنتك هي بنتي، ولكن انا مشاعري بتتحرك اول ما بشوفك. فتتصدم البطلة وما تعرفش ترد عليه، اصل هي ناقصك انت كمان. وتسكت شوية وتقوله انت زي اخويا وكتر خيرك على كل اللي بتعمله علشاني، ولكني مش هتجوز بعد المرحوم. فيقول لها لو احتجت اي مساعدة كلميني وتمشي. فيوصل البطل يشدها يقول لها بتعملي ايه هنا، وعلى كده هو ده حبيب القلب اللي كنتي واقفة معاه؟ وتقول له ده الطبيب الاستشاري بتاعي، دماغك ما تودكش وتجيبك بعيد. فتجيلها مكالمة باسم عزيزي ويشدها منها مين ده، وتقول في سرها مش لازم يعرف اي حاجة عن يويو، لازم اخبي عليه، ده شراني لو عرف هياخدها بعيد عني ومش هشوفها تاني. فتقلق يويو انها ما بتردش عليها وتخرج تشوفها فين، لكن الممرضة بتمنعها من الخروج وترجعها الأوضة من تاني. وتهدى نانا لما تتأكد ان هو ما شافهاش. فيبص لها وقلبه بيتقطع مش هتقولي لي مين حبيبك؟ فترد وعينها مليانة عتاب انا مخلصة لزوجي من بعد وفاته، انا عمري ما اخلي حد يلمسني، افهم بقى. فيقرب منها قوي ويهمس في ودنها انت عندك سر مخبية صح؟ فتزقه وتقوله انت قليل الادب، اسمع اما اقولك لو ظهرت قصادي مرة تانية هعمل لك مشكلة كبيرة واللي يحصل يحصل، احترم اخوك اللي في التربة يا جدع. فيتصدم من رد فعلها المفاجئ وعينيه ترغرغ بالدموع ويقول لها غوري من وشي، كسرتي قلبي زمان وبتكررها تاني دلوقتي. ترجع وتحضن بنتها وهي حزينة جدا، ما حدش هيقدر ياخدك مني مهما حصل، وهعمل المستحيل عشان تعملي العملية ينن عين قلبي من جوه. وتاني يوم ترجع البيت توقفها امها تدوس عليها اكتر، كنت فين بقالك كام يوم غايبة عن البيت، انت شكلك كده ماشية على حل شعرك والناس كلت وشنا يا منحلة يا واطية. والبطلة يا عيني قلبها بيتقطع من كل اللي بيحصل فيها، انا تعبت من كتر مناقرتك ليا، ارجوك سيبيني في حالي، انا ماسكة كل شغل جوزي من بعد ما مات مش فاضية ابص جنبي حتى. فتجيب ورا وتتمحلس لها طب يا حبيبتي مفيش 2000 زرار كده لامك، ده انا بحبك جدا وانتي عارفة انا مكلتش لحمة بقالي قد ايه. وتعيط وتمرمغ نفسها انا عايزة لحمة بس. فتدخل اختها تقول لها ما تسمعيش كلامها، خدي بالك من نفسك، هي كل ما تشوفك تفكريها باللي حصل وتفتكر ان اللي مات ده ابنها، ما انتي عارفة المكنة خفت عنها خالص. فتفتكر البطلة ان ليه زوجها اخو البطل مات يوم فرحها بسبب انقاذه ليها، وان اليوم كان زفافها على منغ وكانوا بيحبوا بعض، وان حد كان عاوز يتخلص منها هي وهو اللي مات بالغلط. وتظهر الحقيقة في المستشفى لما اختها الحقد مالي قلبها وتقول ازاي يعني منغ يتجوزك انتي وانا اللي عملت له كل حاجة رومانسية. وتلبسها خاتم الزفاف وتقول في سرها انا بدلتلك الذاكرة ونسيتي منغ نهائي لانه عدوك دلوقتي، وهفضل وراه لحد ما يتجوزنا انا، ولكن محدش هيعرف الحقيقة دي. ولما تصحى البطلة تعيط تشو وتقول لها اخيرا صحيتي يا حبيبتي، انا كنت خايفة عليكي قوي، معلش في خبر وحش، زوجك مات، ربنا يعوض عليكي يا حبيبتي. فتفتكر البطلة ان اللي كان معاها منغ مش اخوه وتوريها الصورة وهو في حضنها عشان تأكد عليها، وتشوش اكتر البطلة وهي في حيرة من امرها هو ايه اللي حصل بالظبط الليلة دي، هو مين معايا ومين عليا. وتلحن تشو اكتر ايه يا اختي مالك فقدت الذاكرة ولا ايه، ربنا يرجعك لينا بالسلامة يا قلب اختك. وامها ماسكة صورته وتعيط يا حبيبي يا ابني ما كانش يومك يا ضنايا، كنت بتصرف عليا ومأكلني كوارع ولحمة راس، هي السبب في اللي حصل لك. والبطلة تبص لهم شكلها نسيتهم هم كمان مين دول اصلا، وترجع للواقع وتطلب تشوف انها تشغلها معاها في شركة منغ وتتحايل عليها. فتوافق البطلة وما تعرفش ان هي بتخطط لايه. ولما ترجع الشركة تلاقي البطل قاعد في مكتب المدير، انت بتعمل ايه هنا، انا الوارث للشركة وعليك السمع والطاعة، واعملي حسابك هتكوني المساعدة الخاصة ليا. فتتضايق البطلة وتسيبه وتمشي، وبعد شوية ترجع تقدم له الصفقة الجديدة اللي اتفقت عليها. ولو وصلتوا لهنا يا حلوين ما تنسوش تدعموني باللايك الجميل والكومنت الأجمل، وتكتبوا لي بتتابعوني من انهي بلد، واكتبوا لي كمان نفسكم الخص لكم مسلسلات ايه الفترة الجاية. وما تنسوش كمان تاخدوا لكم لفة في صفحة الفيس، هتلاقوا مسلسلات جديدة وجميلة هناك. وقبل ما نكمل ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله ونكمل. لكنه بيرميها في وشها ويقول لها مرفوضة. فتقول له انت ازاي تعمل كده، انا تعبت جدا عقبال ما خلصتها. فيبص لها وعيونه كلها اشتياق، انت عارفه انا ما يفرقش معايا صفقات، اهم حاجه تفضلي جنبي، مش ناويه تقولي كنت رايحه لمين في المستشفى. فما تردش وتسيبه وتمشي.
تخرج بره تتفاجئ ان هو جايب سكرتيرة جديدة بنت حلوة ونخشة يكدها بيها، فترحب بيها البطلة ولا كأن في حاجة، فتجري عليها السكرتيرة تقول لها شكلنا هنبقى اصحاب. فيخرج البطل يزعق انتوا جايين تشتغلوا مش تتكلموا، على العموم الصفقة الجاية انت اللي هتخلصيها. فتتصدم البطلة انها بقت بتتركن على الرف ويكدها اكتر، ياخد السكرتيرة ويمشي. فتروح لها زميلتها تقول لها ما تزعليش يا حبيبتي، اصل البت الجديدة دي مترشحة للجواز ليه. فتتصدم البطلة من كلامها وتفهم ان هو ما بيهزرش، فترجع لمكتبها وتكتشف ان البت السكرتيرة مغيرة لها اماكن الورق، والمرازية بدأت في ليفل الوحش وانها لازم تشوف حل. فتلم حاجتها وتقول في سرها الارزاق على الله، انا ما بقليش عيش في المكان ده، وفلوس عملية بنتي ربنا يعيني واسدها، وتاخد بعضها وتمشي. لكنها بتفتكر طلب اختها للشغل في الشركة وتكلمها انها تستقيل ومش هتقدر تساعدها بأي حاجة، فتتضايق جدا والحقد يزيد معاها اكتر. وبعدها يظهر البطل وهو بيخلص الصفقة وعمه موجود واعجب بالسكرتيرة جدا وعاوز يجوزها له، فيقول ما بفكرش في الموضوع ده. فتتضايق جدا السكرتيرة وتستحلف تضايقه، وبعدها يعرف انها قدمت استقالتها، فيرميها في وشها ويقول لها مرفوضة، روحي خلصي شغلك، انت متكلفة بشغل بلاش لعب عيال. فتقول له اوامرك وتمشي. وتاني يوم يجي لها مكالمة ان امها مخطوفة بسبب فلوس استلفتها 3 مليون لازم تسدديهم في اقرب وقت والا هنخلص عليها. فتقول له ما تلمسهاش وانا جايلك حالا. وتوصل هناك البطلة لكنهم بيضربوها، فيروح المساعد للبطل ويقوله اللي حصل وانها اتحجزت في مصنع الكراسي، فيركب العربية ويطير على هناك ينقذها منهم وياخدها ويمشي. وبعد شوية يروح يتكلم معاها وهي فاقدة للوعي، ويقول لها ان انا مش هسمح لك تروحي من ايدي مرة تانية زي ما اخترتي زمان، اوعدك اكون مصدر الامان ليكي. وبعد اسبوع تفوق وتقول له شكرا ليك جدا على كل اللي عملته معايا وانقاذك ليا، انا تحت امرك من دلوقتي في اي شغل تطلبه مني. فيمسكها يشدها يقربها منه ويقول لها كفايه بقى، انت ليه رافضه اي مشاعر ناحيتي؟ فتقول له افتكر كويس انا ابقى مين، انا ارملت اخوك اللي تحت التراب. فيبص لها بنظره شغف ويقول لها هتجنن واعرف نسيتي كل ما بينا في لحظه، ازاي قدرتي تعمليها وانا اللي كنت بعمل كل حاجه علشانك. ما يعرفش لسه انها فاقده للذاكره، ما تعرفش هي مين اصلا. فتبص له وعينها مليانه دموع، احنا مفيش اي حاجه ما بينا، سيبني في حالي ارجوك. وتبعد ايده عنها وتمشي. ترجع البيت وهي زعلانة جدا، تروح لها اختها اللي ما بتكرهش حد قدها وتقول لها هتعملي ايه مع السيد منغ. فتقول لها البطلة ماليش علاقة بيه من دلوقتي. فتفرح جدا وتسيبها وتمشي. وتاني يوم تروح تقدم شغلها للبطل في المكتب لكنه بيهزقها بطريقة صعبة ويقول لها كلام ما تستحملوش، فتقرر خلاص انها تبعد عن الشركة وتشتري دماغها وتلم حاجتها وتقدم استقالتها وتمشي. ولما يرجع يلاقي مكانها فاضي يسأل عليها يقوله خلاص مشيت ومش راجعة تاني. فيتضايق جدا ويدخل مكتبه ويأمر المساعد يقلب عليها الدنيا ويجيبها لحد عنده. وتظهر وهي بتدور على وظيفة جديدة وتدخل مالها ليلي تشتغل فيه، تقدم المشاريب للزباين عشان تجمع عملية بنتها بأي طريقة. فيدخل ناس يضايقوها ويسرقوا منها الفلوس، فترفع الإزازة تهددهم بيها، لكن يوصل المنقذ البطل الوسيم يضربهم وياخد حقها ويطلب منها انها تمشي معاه وترفض. وتاني يوم يروح الشركة والمساعد يقدم له فلاشة فيها فيديو الفرح واللي حصل ليلتها، وتظهر اختها تشو ويديله كمان تقرير المستشفى بتاع نان وانها فقدت الذاكرة اول ما وصلت هناك. ومش بس كده، تم وضع ذاكرة عشوائية ليها وكانت هتخش في غيبوبة بسبب الموضوع ده. ومش بس كده، اختها كمان بتعاني من اضطراب نفسي كبير وبتكرهها جدا. والغريب في الموضوع ان في حد ورا كل اللي بيحصل لها ده. ومش بس كده، عندها بنت محدش يعرف عنها حاجة تعبانة ومحجوزة في المستشفى. فيتصدم البطل من كل اللي بيسمعه ده ويفهم ان كل اللي بيحصل معاها غصب عنها وان ده الوقت اللي لازم يقف فيه جنبها. وتاني يوم تروح تلعب مع بنتها قبل ميعاد العملية وتفكر كتير انها لسه مسددتش الفلوس وبنتها بتمر بأزمة صحية كبيرة والعملية هتتطور لو ملحقتش تدفع. ودماغها تودي وتجيب، هتعمل ايه وهتتصرف ازاي؟ يا رب قدرني وساعدني. فسبحان الله يوصل البطل يروح وراهم وهي بتحاول تداري بنتها، فتقف تبص له وتقول له خير جاي ورايا ليه؟ فيقول لها بعتذر لك على كل اللي حصل مني. فتقول له ملناش علاقه ببعض، ابعد عني وسيبني في حالي، انا اساسا ما اعرفكش. فيقول لها انا عرفت الحقيقه وكل اللي انت فيه ده غصب عنك. فتقول له مش عاوزه اشوفك تاني وتمشي. فيزعق ويقول لها بنتك صح؟ فتقف وتقول له اه بنتي خارج حساباتنا ملكش علاقه بيها.
فيبص لها ويفتكر المساعد وهو بيقدم له تقرير المستشفى لبنتها اللي محتاجة عملية في أسرع وقت، وإنها مش قادرة تسد فلوسها لحد دلوقتي. فيرجع للواقع وتقرب منه. دي آخر حاجة من ريحة أخوك بنته، أرجوك ما تأذيهاش. فيمسكها ويزعق: فوقي أنا حبيبي، جرالك إيه؟ فتعيط وتقول له: أنا هاخدها بعيد عن كل حاجة لأنها تعبانة جدا. فيقول لها: أنا هدفع كل فلوس العملية ما تقلقيش. فتمسك إيديها ويو بتقول لها إن هو وسيم قوي يا ماما وأنا بحبه، ينفع يبقى بابا؟ فتشيلها وهي بتعيط وتبصلها: أرجوك ابعد عن حياتنا، مش عاوزة أشوفك مرة تانية، بنتي هتضيع مني. وتسيبه وتمشي. لكن أختها تكون مراقباها وتصورهم الاتنين مع بعض، وتقول لنفسها: أختي حبيبتي عندك طفلة كمان حلوة قوي، ده اللعبة هيحلو قوي، وكمان مريضة، ده أنا هدمرك يا حبيبة قلب أختك من جوه. وتمشي. تروح تقابل السكرتيرة الجديدة تعرفها إن السيد منغ على علاقة بنان، وانها بتحرضوا عليكي، حتى شوفي انا خايفة عليكي ازاي. وتوريها صورتهم مع بعض، وكمان ورق الصفقة المزيفة اللي كانت بتخطط تشيلها لك وتطلعك بمصيبة، وتطلب منها تساعدها في التخلص منن بأي طريقة. فتقول لها: الواطية تعمل معانا كده، هخلص عليها بإيدي. وتعرفها على نقطة ضعفها، بنتها المريضة لازم يتصرفوا في أسرع وقت ممكن، ويحطوا الاتنين ايديهم في ايدين بعض. وتاني يوم تروح متنكرة المستشفى تاخد بنتها وتمشي، وتوصل نان تدور عليها لكنها اختفت وهي مصدومة ازاي ده يحصل. فتوصل لها صورة بنتها وهي فاقدة للوعي، ومطلوب منها تروح عند مصنع الكراسي لوحدها وإياها تبلغ الشرطة. فتخاف جدا البطلة وتجري تروح على هناك، والصدمة الكبرى لما تلاقي السكرتيرة هي اللي واخدة بنتها. بنتي فين؟ ما تقلقيش، في الحفظ والصون، هتنفذي اللي اقولك عليه، هترجع لك صاغ سليم، تبعدي عن السيد منغ للأبد، ما شوفكيش تاني تقربي منه، هجيبلك بنتك وتسافري خارج البلاد، والمرة الجاية مش هتوصلي لها تاني. ويدخلوا فعلا يجيبوها لها، لكن المفاجأة تشوف اختها غدرت بيهم وفخخت بنتها علشان تتخلص منهم كلهم، ولما يحاولوا يفكوها يكون الوقت خلاص أزف. فتترجاها البطلة تسيب بنتها وهتعمل لها اللي هي عايزاه. المفروض انك اختي تعملي معايا كده ليه؟ فتقول لها: خلاص بسيطة، خدي دي وخلصي على نفسك بنفسك، ولو عاوزة بنتك تعيش في النهاية السيد منغى هيكون لي انا. فتنفذ لها البطلة اللي هي عاوزاه. واول ما بتبتدي تخبط نفسها يلحقها منغ ويقول لها: ما تعمليش في نفسك كده. ويمسكوا تشو يكتفوها، ويبص لها البطل بنظرة غضب: انت اللي ورا كل ده، انا عرفت الحقيقة، انت اللي خلصتي على اخويا ليلة فرحي، ومش بس كده، غيرت ذاكرة نان اختك عشان تكرهني وتبعد عني، ودلوقتي عايزة تخلصي عليها وعلى بنتها. انت الشيطان يسقفلك ويقولك يا طنط. ويبص للبطلة: اديك عرفت الحقيقة، ولكن هعملك العملية وهرجعك احسن من الاول. ويقربوا ويحضنوا بعض ويفكوا بنتهم وياخدوها، لكن تشو بتقرر تخلص عليهم كلهم. فيلحقها البطل وياخدها بعيد عنهم ويجري بيهم، لكن هو اللي بيتصاب ويدخل المستشفى، وتفضل نان جنبه، واخيرا تعترف له بحبها ليه، وانها افتكرت كل حاجة، وان رغم رفضها ليه طول الوقت اللي عدى هي كانت حاسة انها بتحبه، وكانت بتخبي مشاعرها. تزعل انه مش راضي يفوق وتسيبه وتمشي. تطلع لبنتها اللي بتقول لها: بابا كويس؟ تقول لها: هيبقى كويس، بس ليه بتقولي عليه ابوكي؟ تقول لها: ده طيب قوي يا ماما، ضحى بنفسه علشاننا، يا ريت تخليه يبقى بابا. وهنا توصل امه وتبقى عاوزة تضرب نان لانها السبب في اللي بيحصل، بس يو بتقول لها: ما تلمسيش ماما، هي ملهاش ذنب في اللي حصل، مفيش اي حد كان ليه ايد في اللي حصل لبابا. وتفهم انها حفيدتها وتتأثر وتسكت. يعد شهر ومنغ زي ما هو في غيبوبة، ونان بتروح تقعد جنبه وتكلمه وتاخد بالها منه، لكنها خلاص بتضعف. وقت ما تفتكر هي حبيبها يروح هو منها تحضنه، وهنا بيفوق اخيرا ويرد عليه ويقول لها: انت مين؟ تقول له: منغ. انت فقت؟ يقول لها: منغ مين؟ تقول له: انت مش عارفني بجد؟ يقول لها: شكل كده. فتضحك ويمسك ايديها ويقول لها: من هنا ورايح مفيش حاجة هتفرقنا تاني مهما حصل. وعلى هنا يخلص مسلسلنا يا حلوين. اتمنى يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار لما انزل ملخص جديد، وما تنسوش الكومنت الجميل واللايك الاجمل، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.